السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على أحباب الله وأنصار الله. السلام على جند الله. في هذه الحلقة لن أطيل كثيرا في الحقيقة لبضعة مشاغل، لكن سنحاول قدر المستطاع إن شاء الله سبحانه وتعالى لنختم الحديث عن القبة النورانية، وكذلك سنتحدث أيضا بفيض عن صرح سليمان وصرح فرعون. الكل يعلم أن كلمة الصرح ذكرت في كتاب الله في مرتين، أولاهما في سورة النمل قيل لها ادخل الصرح، ثم الثانية في سورة القصص فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا. هنا سنتكلم وسنبدأ أولا إلى أن نصل إلى الجفان كالجواب. ما هي الجفان كالجواب؟ نعم، وفيما كان يستعملها سليمان عليه السلام، وسنقارن ذلك بالكرات البلورية التي تنعكس فيها هالة المكان والزمن. إذن سنبدأ بإذن الله ونقول ونذكر بآيات من ذكر الحكيم. سنتحدث عن صرح فرعون. الكل لم يسأل، لم يقل نحن نتحدث عن صرح سليمان عليه السلام، لكن ما الذي أراد أن يصنعه وأن يبنيه فرعون وهامان؟ كان صرحا. إذن فالله سبحانه وتعالى عندما يتحدث عن الصرح يتحدث عن صرح بعينه، عن بناء. فأوقد لي يا هامان على الطين. كيف نصنع الزجاج البلور؟ هنا لنتلو الآيات. نتلو الآية 38 من سورة القصص رويدا رويدا، ثم نذهب للتفسير. إذن سورة القصص الآية 38 يقول سبحانه وتعالى: وقال فرعون بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن صرح فرعون. فماذا طلب فرعون من هامان وزير البناء لديه وقائد جنده؟ طلب منه أن يبني له صرحا. كيف سيبني هذا الصرح؟ سيوقد على الطين، أي أنه سيوقد نارا على الطين. فنحن إذا أوقدنا نارا على الطين ماذا سنجد؟ الآجر بطبيعة الحال. لكن إذا أوقدت نارا قوية على الطين فما الذي نستخرج بذلك؟ الزجاج. نعم، الزجاج. كان ذلك رغبة من فرعون عندما كان يستعمل الأهرامات للولوج للعالم السفلي، للعالم الجني والشياطين. نعم، وتحدثت في ذلك من قبل، كيف أن فرعون بعد أن كان الأهرامات تستعمل للطاقة وللارتقاء زمن إدريس عليه السلام، إلا أن بعد إدريس عليه السلام وفي حقبة قريبة جدا من إدريس واصل عاد وثمود بناء تلك الأهرامات بشكل أكبر، وحاولوا أن يجعلوا منها مصانع لعلهم يخلدون. نعم، هذا تحدثت فيه من قبل.
في حلقات عديدة، لكن اليوم ما يهمنا هو ما الذي أراد أن يصنعه فرعون. في الحقيقة أن فرعون وموسى عليه السلام كانوا قبل سليمان وداود عليهم السلام. فهذا الصرح الذي أراد أن يبنيه فرعون هو عبارة عن هرم، نعم، مبني بناء بالزجاج في أطرافه، ثم قبة فوق الهرم، قبة زجاجية وصرحا زجاجيا. لماذا؟ ذلك أن فرعون وهامان كانوا يرددون تعاويذا في الهرم، داخل الهرم، لكن فرعون عندما لم يستطع عبر الهرم أن يدخل العوالم العلوية، وكان لا يستطيع إلا أن يدخل العوالم السفلية. هنا لنعود إلى آيات في كتاب الله، فأن فرعون آل فرعون يعرضون غدوا وعشيا على النار، فأين هم حقيقة؟ أين جعلهم الله سبحانه وتعالى يعرضون على النار غدوا وعشيا إلى يوم القيامة؟ فأين هم وفي أي عالم من العوالم هم موجودون؟ نعم، إلى أن يعرضوا على النار. لماذا لا تتساءل أيضا وتقول مثلا رغم الحفريات في مصر، رغم عمليات الغوص والبحث عن الآثار وعن هياكل عظمية لجنود فرعون وفرعون، نعم، هل وجدوا جثث آل فرعون وجنود فرعون وهامان؟ لم يجدوا أي جثة أو هيكل عظمي في البحر. أين موقع غرق فرعون وجنوده؟ الجثة الوحيدة التي طفت فوق الماء هي جثة فرعون فحسب. واليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلين. نعم، هنا نسأل هذه الأسئلة: ما الذي حصل تحديدا؟ وأين وضعهم الله سبحانه وتعالى؟ يعرضون على النار غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لكن في هذه الحلقة وبعد أن تساءلنا هذه الأسئلة، ففرعون كان طلب من هامان أن يبني له صرحا لعله يبلغ الأسباب، لعل فرعون يصل إلى العوالم العلوية، وآخر درجة في العوالم العلوية وهي السماء السابعة. كان يريد أن يعرج في الحقيقة وأن يذهب بالسفر عبر بوابة الزمكان إلى العوالم العلوية، لكنه في الحقيقة بما يفعله من تعاويذ فهو لا يستطيع أن يعرج إلى العوالم العلوية. لم يكن فرعون باستطاعته إلا أن يلج العوالم السفلية، عوالم الجن والشياطين، ذلك لأنه يعتمد مع السحرة التعاويذ. ها هنا لعلكم فهمتم كيف أراد أن يبني فرعون صرحه. فما علاقة هذا الصرح بصرح سليمان عليه السلام؟ قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. قال إنه صرح ممرد من قوارير، في سورة النمل الآية 44. بسم الله الرحمن الرحيم. قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته اللجة وكشفت عن ساقيها.
قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إذن لتعلم أن الصرح الذي بناه فرعون فقد بنى سليمان عليه السلام صرحه بنفس الشكل تماما. ذلك أن سليمان عليه السلام عندما يكون داخل الصرح ها هنا فيردد ماذا؟ كما قلنا في الحلقة السابقة، يردد المزامير، وتحدثنا عن المزامير. فكانت في بداية ترتيل المزامير تطوق الملائكة هذا الصرح من داخله، فتنزل من مستوى القبة البلورية، تفتح بوابة العروج من القبة فتحيط الملائكة نعم سليمان. هذا أولا. ثم بعد ذلك تفتح البوابة السفلية لماذا؟ لتنفذ عفاريت الجن وملوك الجن والشياطين حتى يمثلوا أمام سليمان عليه السلام فيطلب منهم ما يشاء. الحقيقة وأن هذا البناء الهندسي وفي شكله كما فسرنا ذلك حول الأهرامات والشكل الهرمي واستعمالاته في الطاقة، نحن اليوم نتحدث عن استعمالاته في ماذا؟ في النفاذ إلى العوالم العلوية كما كان فرعون يستعمله للنفاذ للعوالم السفلية. فسليمان عليه السلام كان هذا صرحه، وكانت تلك هي الآلية التي يحضر بها أمام الجن والشياطين فيأمرهم بما يشاء. وكانت في الحقيقة الملائكة تطوق ذلك الصرح من جوانبه الأربعة. نعم، إلى هنا نحن فهمنا وبإيجاز صرح سليمان وصرح فرعون. نأتي الآن إلى المحاريب والقبة النورانية. في الحقيقة نحن سنعود إلى آيات محكمات من كتاب الله، فنحن لا نتحدث في سحر أو شعوذة، نحن لا نتحدث في أشياء لا يقبلها العقل أو ما ورائية أو أحجيات، لا، هي كلها علمية وكلها في كتاب الله سبحانه وتعالى. فعندما يتحدث الله عن السحر هناك سحر، هناك من لا يؤمن بالسحر يقول أنا لا أعرف السحر، إذ أنت كذبت ربك في كتابه وهو يتحدث سبحانه وتعالى عن السحر، فالسحر موجود. إذن فنحن لا نتحدث عن خرافة ودجل، ولنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، فكتاب الله سبحانه وتعالى يتحدث بعلم. فالسحر ما هو إلا آليات وتقنيات نعم للتحكم في الجن والشياطين وإرسالهم وتطويعهم. هنا عندما نتكلم عن القبة النورانية تحدثنا عن المحراب، وكيف أن ارتداد صوتك وأنت ترتل، مثلا لو أنك دخلت المحراب ورتلت فيه، فرويدا عندما يتأهل جسمك ونفسك تتأهل بعد طهارتها لأن ترى وتفتح أمامك تلك الهالة وتلك البوابة، فسيقع ذلك بإذن الله، لكن عليك أن تصبر وأن تذهب لربك بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم، وهذا شرط من الشروط الأولى، أن تطهر نفسك ثم تذهب لربك سبحانه وتعالى بيقين، عين اليقين، حق اليقين، وعلم اليقين، حتى تفتح لك تلك البوابة الأولى.
تحدثنا عن ارتداد الصوت وما الذي ينجر عنه في ارتداد الأصوات، كما تحدثنا من قبل في الآليات الفيزيائية كيف تنعدم الجاذبية في ارتداد الصوت والذبذبات، وهذه طريقة فسرتها من قبل وهي طريقة علمية. ثم كيف بارتداد الصوت يمكنك أن تفتح هالة صغيرة مكانية. إذن هنا لو أنك دخلت داخل قبة، لنقل أن القبة أنت أتيت بمحراب عن يمينك ومحراب عن شمالك وقربتهم وألصقتهم لبعضهم بعضا، محراب عن اليمين ومحراب عن اليسار، وقربتهم لبعضهم وألصقتهم لبعضهم وأنت في داخلهم. إذن ها هنا فالارتداد سيصبح ماذا؟ سيصبح مضاعفا أضعاف، أي أن وأنت ترتل ستتجه الذبذبات إلى أطراف القبة ثم تعود، وفي ذهابها وعودتها وارتدادها هنالك ما يسمى تصادم الذبذبات، وهو الأساس في انعدام الجاذبية في هذا المكان. ستنعدم الجاذبية تماما وكأنك أصبحت تسبح في الفضاء، ثم ستفتح لك هالة من النور أمام عينك. لكن قبل ذلك ما الذي ينجر عن ترديدك للقرآن وترتيلك للقرآن الكريم داخل القبة، داخل المحرابين المزدوجين الملتحمين؟ أنت هنا تلك الذبذبات وتلك الترددات وانعكاسها وتصادمها، في الحقيقة ما الذي سيصير لجسمك؟ هذا جسمك جسم وفيه وعي. الوعي تحدثت من قبل وسميت الله سبحانه وتعالى الوعي العظيم، الوعي الأول العظيم الذي لا وعي عظيم قبله ولا وعي عظيم بعده. تحدثت عن ذلك في كيف أن الله سبحانه وتعالى خلق الأكوان فتق ورتق وكان انفجارا ناتجا عن وعي عظيم، تجدون ذلك في حلقات قديمة. إذن ما الذي ينجر عن ترتيلك القرآن وارتداد الصوت؟ في الحقيقة ما الذي ستشعر به؟ والعديد يسألني هل جربت ذلك؟ هل تحدثنا قمنا لنا بتجربة على المباشر؟ ليست بهذه البساطة، ليست بهذه السهولة أن تطلب مني أن أقوم لك بتجربة وأجي داخل محراب وأصور لك ما. هل تعلم أن الكاميرا في حد ذاتها لا تستطيع أن تصور هالة تقدر على تصوير تلك الهالة من النور؟ ستراها بياضا. ستبدأ في البداية، نعم وأنا أحدثكم عن تجربة، ستبدأ في البداية وكأن هناك نوع من الضباب يغشى عينيك فلا تغمض عينيك، وكأن الغرفة أصبحت في داخلها هالة من الضباب، ثم رويدا تنقشع تلك الهالة من الضباب حولك وتبدأ في مشاهدة النور، ليس ضوءا، نورا. ثم وأنت ترتل وتواصل ولا تفزع، إذا التفت على يمينك ستجد شيئا ما يكون في شكله مفزعا في الحقيقة، وهو قرينك. سيقع ما يسمى انفصال الجسد الأثيري الشيطاني. عندما تبدأ تلك الهالة بالظهور أمامك، ما الذي ستراه حقيقة على يمينك؟ سترى شكلا من أشكال الجن، مفزعا نعم، لكنه في حقيقة الأمر هو بتلك الترددات والذبذبات انفصل كجسد أثيري، لأنه هو جسد نسميه الأجساد الأثيرية، جسدا أثيريا واعيا يحمل وعيا، لكن ليست فيه نفخة من روح الله كما في الجسد السلالة. فها هنا أنت
سترى بجانبك الأيمن ذلك القرين، عندها وعيك سيخاطب هذا القرين، تستطيع أن تسأله وأن تستنطقه، نعم، وأن تدعوه، لكن هذا القرين يستسلم لك، لكنه لا يسلم لأنه قرين شيطاني. ثم عندما تزداد هالة النور وأنت ترتل، نعم، ستظهر لك جسما نورانيا، جسما وكأنه جسم ملائكي، فتلك هي الروح في الحقيقة. إلى هنا قبل أن نواصل هذه البداية سنعود إلى سورة الزخرف في الآية 33. لماذا لا بد أن تكون القبة في داخلها مطلية بالفضة؟ الكل يعلم فوائد الفضة، وذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الفضة كثيرا، لكن نحن سنقتصر على دور الفضة بحسب الآية 33 من سورة الزخرف. يقول سبحانه وتعالى: في سورة الزخرف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يعرجون. هنا الله سبحانه وتعالى صراحة في آية من آياته يحدثنا بعلم. اقترنت السقف في البيوت من فضة بماذا؟ بمعارج عليه يعرجون. هي ليست درجا تصعد فيه أو سلما تصعد فيه، لا، الله يتحدث عن المعارج، المعراج، العروج. عندما يتحدث الله سبحانه وتعالى عن العروج، فالله سبحانه لا يتحدث عن سلم تصعد فيه أو درج تصعد فيه، هو يتحدث عن المعارج، المعراج، كيف تعرج. ولنوضح ذلك، نعم، وفي الآية التي بعدها: ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وشيطان قرين، ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له سبحانه وتعالى ذلك القرين. نعم. فهنا ونحن داخل صلب الموضوع تماما سنعلم لماذا اقترن ذكر المعارج بالسقف من فضة. فالفضة في حقيقة الأمر هي المادة الرائعة جدا في تكثيف ارتداد الذبذبات الصوتية، ثم أن الفضة في داخل تلك القبة هي في الحقيقة تكثف الطاقة النورانية، والفضة أيضا هي تحتوي وتخزن الطاقة النورانية. لذلك لا تتعجب وأن في الجنة أكواب من فضة وقوارير من فضة وأطباق من فضة وحلي وأساور من فضة، ذلك لأن الجنة في داخلها كلها نور من الله سبحانه وتعالى. فوجود الفضة في الجنة هو في الحقيقة بحكمة من الله سبحانه وتعالى، ذلك أن الطاقة النورانية تتخزن في الفضة. فأنت عادة عندما تلبس خاتما من فضة فأنت في الحقيقة أنت عندما تتلو كتاب الله سبحانه وتعالى أو تريد أن تدحض عنك بضعة من الأفعال الشيطانية
وأفعال الشعوذة، فالعديد يتخذ خاتما من فضة. نعم، الخاتم من فضة له دور هام. لنعلم ما علاقة المعارش العروج بالفضة، فقد فهمنا الآن وأن تلك الهالة النورانية تزداد قوة في داخل القبة وهي مطلية بالفضة. لنذهب إلى سورة المعارج لنعلم تحديدا كيف أن الله سبحانه وتعالى يوضح لنا أكثر فأكثر ما كنت أتحدث عنه. ففي سورة المعارج رقمها 70 يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه. ما الذي يعرج؟ تعرج الملائكة وماذا أيضا؟ والروح. ها هنا تفسير آخر لهذه الآية. عندما فسروا لنا من قبل قالوا أن المذكورة بالروح هنا هو روح القدس جبريل عليه السلام. أنا أقول لهم لا، الله يتحدث عن الروح. عندما تتنزل الملائكة والروح في ليلة القدر فهناك أرواح للمؤمنين ينزلون ليروا أهلهم وما يفعلون وليستبشروا خيرا بأهلهم بعد أن يأذن الله لهم سبحانه وتعالى، وهذا معلوم في ديننا الحنيف. فلو أن الله سبحانه وتعالى قصد بالروح جبريل عليه السلام روح القدس لقال روح القدس تنزل، لكن جبريل عليه السلام الملك الرائع الجبار الكبير القوي الذي جعله الله سبحانه وتعالى ملكا كبيرا وعظيما جدا هو من الملائكة، فقال تنزل الملائكة والروح، فالأرواح تنزل أيضا بإذن الله سبحانه وتعالى ليلة القدر. ها هنا نحن نتحدث عن المعارج. المعارج في الحقيقة هي تلك البوابات النورانية، تلك البوابات الزمكانية التي تفتح على العوالم العلوية والتي نتحدث عنها حقيقة. هذا القرين الشيطاني في الحقيقة لا يستطيع ولا يخول له إطلاقا أن يعرج في تلك البوابة التي ستفتح بإذن الله. ما الذي يستطيع أن يعرج من تلك البوابة؟ لأنني ها هنا أتحدث عن قبة نورانية، والقبة أساسا فالمسجد الأقصى في حقيقته هو عبارة عن قبة تحت الأرض، ومن هناك عرج الرسول صلى الله عليه وسلم جسدا وروحا. هنالك اختلافات، يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج للسماء روحا فقط وبقي جسده. أنا أقول لهم لا، لأن العروج كان جسدا وروحا، لكن القرين لا يغادر مكانه ويقع تكبيله هناك ريثما يعود الجسد والروح. هذا في حالة عروج الروح والجسد. في حالات أخرى لا تعرج إلا الروح فقط، ثم تعود لتنبئ الوعي بما رأت وما فعلت. ها هنا عندما تفتح بوابة الزمكان من هناك يصير العروج. أنت في الحقيقة ستسأل وتقول ماذا سأفعل إن أردت أن أعود؟ وماذا سأفعل وأقول إذا ما وجدت أمامي بوابة أخرى؟ كيف أستطيع أن ألج؟ بمجرد أنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم فأنت تلج وتستمر. أما في حالة أنك تريد العودة فأنت في الحقيقة خرجت من عالم الحياة الدنيا ودخلت عوالم المشيئة. المشيئة عندما تشاء،
بمجرد أنك تفكر أصلا في العودة فأنت ستعود. أنت حينها ماذا فعلت؟ أنت عرجت. القواعد كلها فيزيائية علمية، ليست هكذا. ففي أيامنا هذه، وأنا أريد أن أتم قوله سبحانه وتعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. في حلقة سابقة عندما تحدثت عن سرعة الروح وسرعة الملائكة وسرعة الأطياف الشيطانية، فأدنى سرعة في الحقيقة هي سرعة الشياطين، التي هي لا تتعدى سرعة الضوء، لأن الضوء من النار. الضوء ليس نور، الضوء من النار، وتحدثت عن ذلك، وهي 3.16 10 قوة 8 متر في الثانية. أما سرعة الروح فهي أقوى. أما سرعة الملائكة وبتقدير حساب 50,000 سنة فهي 15.78 10 قوة 11 متر في الثانية، يعني سرعة رهيبة جدا. نعم، ذلك عندما نتحدث عن طرفة العين. إذن ويقول سبحانه وتعالى: فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ها هنا الآن أنت فهمت كيف أنك في داخل تلك القبة لا بد أن تكون فيها ممرات للهواء للتنفس بطبيعة الحال، ثم أنك عندما ستجرب وستذهب نعم لأن تقوم قياما وأنت قائم، وكأنك في محراب أمامك ومحراب خلفك ومحراب على يمينك ومحراب على شمالك، أنت حينها ستحقق العروج. إلى هنا نحن سنتحدث عن الجفان كالجواب. ما هي الجفان كالجواب في الحقيقة؟ هذا رسم شبيه برسم العين، الجفن. هذا جفنك وهو شبه كروي. نعم. ما الذي كان يصنع لسليمان عليه السلام؟ الجفان كالجواب هي في الحقيقة نوع من الكريات التي عندما تدخل داخلها فأنت في الحقيقة تلك الكريات تنتقل بما تتلوه داخلها من ترانيم، من ما كنا نتحدث عنه عن سليمان، من ترانيم، من مزامير. فأنت في داخل تلك الكرة، لنفرض أن سليمان في داخل تلك الكرة نعم، وهو يردد الترانيم. إذن لا نتحدث عن القبة والصرح، نتحدث عن كرة. فسليمان عليه السلام عندما يردد ذلك وهو في داخلها فهو يجعل في داخلها بوابة، فتنتقل تلك الكرة إلى أي مكان يريده. نعم، وهو جسدا وروحا داخلها. تلك هي الجفان كالجواب، وتحدثت في ذلك من قبل. لكن لنعد إلى ما كان يفعله فرعون والسحرة مثلا. كانوا في الحقيقة ماذا يفعلون؟ يرددون ترانيما على كرة بلورية. تلك الترانيم هي في الحقيقة لا تظهر لهم عوالم علوية. هي في الحقيقة تلك الترانيم على تلك الكرة البلورية النقية جدا جدا أكثر من الكريستال. ترديد الترانيم عليها هم يرددون التعاويذ، فيفتحون هالة مكانية لتريهم ما على الأرض حقيقة وما هو في العالم السفلي من شياطين وجن، فيتجسدون داخل تلك الكرة. الحقيقة العديد سيقول: ما الذي يتحدث عنه؟ يتحدث عن الخيال، عن علم الخيال. لا، هذا ليس علم خيال. هذه ليست خرافات، هذه ليست أساطير
أو مقتبسة من أفلام ومن قصص خيال. لا، هذه حقائق علمية كما تحدث الله سبحانه وتعالى عن السحر، ووضح لنا عبر آيات محكمات وآيات رائعات جميلات كيف هو العروج، ما قيمة المحراب، وقد ذكر المحراب في 4 مواضع، وما قيمة القبة النورانية، وحدثنا عن صرح سليمان وعن صرح فرعون. فالله يتكلم بعلم. أولئك الذين يرددون على تلك الكرة، تلك التعاويذ، فهم في الحقيقة يستحضرون الشياطين داخلها، فتصبح تلك الكرة النقية جدا عبارة عن شاشة التلفاز أمامك. أنت لا تصدق، والحديث لن يصدق في الحقيقة، لكن صدق أنهم بالتعاويذ تلك الكريات التي يستعملونها هم في الحقيقة يستدعون بها الجن، ثم يفتحون بها ماذا؟ بوابات مكانية غير زمنية، يبقى الزمن مسترسلا فيها، لكنها بوابة مكانية ينظرون فيها إلى أي مكان هم يريدون رؤيته. فلا تستغرب ولا تتعجب، لأنهم اليوم وبعلومهم وبالتكنولوجيا وبالأقمار الصناعية هم بثوا لنا الإنترنت، وسمحوا لغيرهم أن يستعملوا الفضاء بالأقمار الصناعية وأن يصوروا الأرض. نعم، لكن إذ أنهم سمحوا بتلك العلوم أن تخرج لعامة الناس، فهم الآن واليوم يعلمون علوما أخرى متقدمة أكثر باعتماد الذبذبات الصوتية والتعاويذ، فهم في الحقيقة يستعملون تلك الآليات التي نجهلها نحن ونعتبرها خرافة وقصص خيال، هم يعتمدونها اليوم حتى في عمليات التجسس. نعم، لن أطيل كثيرا، وقد فسرت لكم بإيجاز ما الذي ستراه داخل القبة. إن أنت وجدت فرصة في قبة من القباب وحاولت أنك تفتح بوابة العروج، هنا أختم هذه الحلقة يعني أقول لكم أنها بوابة العروج كما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قلت لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من عائلة كبيرة جدا في قريش، من عائلة قوية وذات مال وذات ملك. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيرا أو غنيا كثيرا، لكنه كان من عائلة محمودة الذكر في قريش، كان عالما، كان يحسن القراءة والكتابة أيضا، لكن سمي بالأمي لأنه من أم القرى، وكل من يأتي إلى أي بلد ما من أم القرى يسمونه الأمي. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخط القرآن بيمينه، لا، ولم يكن يصطنعه من وحي خياله، كان قرآنا يتلى، كان وحيا يوحى من رب العالمين، ذلك أن فيه هذه العلوم التي تابعتموها منذ بداية قناتي في رمضان الفائت. لعلكم عرفتم وتعلمتم أشياء لم تكونوا تعلمونها من قبل، فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. الحقيقة وأني بدأت هذه القناة كنت أعلم من كتاب الله عديد الأشياء، وعندما أدخل على النت وعلى الإنترنت لاحظوا أن كل من يتكلمون في الكتاب وفي القرآن لم أجد من يتكلم حقيقة ما عدا بضعة يتكلمون بعلم ويبحثون حقيقة. فكانت غايتي أني أبدأ هذه القناة ببساطة وأحاول أن أوصل ما لدي ما تعلمته من ربي سبحانه وتعالى. فالله يعلمك، الله يفتح بصيرتك ويفتح عقلك، الله يفتح قلبك.
فتبحث وتتساءل فتجد الحل وتجد الجواب في كتاب الله. تلك هي البصيرة، أنك تسأل عن شيء فتجده في الكتاب، تسأل عن شيء من الكتاب فتجده في الكتاب، وأحيانا تراه في رؤيا. لذلك ويعلمك الله والله يجعل الأسباب في العلم. ذلك أني توكلت على الله سبحانه وتعالى، ورغم تلك الهجمات الكثيرة ويدعون وسيدعي المهدوية وما إلى ذلك، وتلقيت هجمات كثيرة وشرسة جدا في الحقيقة. نعم، في وقت من الأوقات كدت أني أغلق القناة وأسلم أمري لله سبحانه وتعالى، لكني تضرعت لله وقلت ربي انصرني على القوم الظالمين. والحمد لله رب العالمين أن هذه القناة تتدحرج رويدا إلى أكثر من 100,000 أو يزيدون. فأنا في الحقيقة هي لم تبلغ عدد المنخرطين فيها والمشتركين فيها 100,000، لا يزال هناك بضعة مئات وتصل إلى 100,000. لكن في الحقيقة بالقنوات الأخرى التي أخذت فيديوهاتي وأنا شجعتهم على ذلك وأشكرهم بالمناسبة، فالعدد يفوق بكثير 100,000، أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فمتعناهم إلى حين. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.